ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده 4 نوفمبر ومعانا اخبار جديده. انا محمد كمال ودي قناتي ويلا بينا. بدايه مع النادي الاهلي ومصير احمد نبيل كوكا مع الاهلي. احمد نبيل كوكا عقده مستمر مع الاهلي لسنه 26. الفتره اللي فاتت فتره الاولمبياد جاله عرض من خلال وكيله من نادي ريو افي البرتغالي، ولكن كولر رفض العرض ده وصمم على بقاء اللاعب وان هو يكون موجود معاه الفتره دي. ولكن ايه مصيره؟ ايه اللي هيحصل له الفتره الجايه؟ عشان جاله بعض العروض الفرنسيه وكده، وفي يعني عروض من هنا ومن هنا للاعب ده. طبعا عشان صغير في السن، لعيب كويس وفنياته كويسه، فهم بيحبوا اللعيبه الصغيره دي ويبداوا ان هم يبنوا عليها ويطوروها. فالمهم يعني ان هو كوكا مايل ناحيه التجديد مع النادي الاهلي، الا لو في عرض اوروبي مناسب. لو في عرض اوروبي مناسب موجود لاحمد نبيل كوكا هيفكر فيه وممكن يرحل عن الاهلي. لكن حتى الان هو عنده فكرة ان هو يجدد ويجدد مع النادي الاهلي. ده بالنسبة لمصير احمد نبيل كوكا مع الاهلي. موضوع تاني يخص النادي الاهلي برضو، واللاعب امام عاشور. امام عاشور الايام اللي فاتت او امبارح بالكتير عمل اعجاب على صفحة الزمالك وفوز الزمالك على الشمس في الانستجرام، وبعدها بشوية اللايك ده اتشال. وهل هيحصل غرامة من النادي الأهلي على إمام عاشور ولا لأ؟ ده اللي احنا هنشوفه الفترة الجاية. طب رأيك إيه يا محمد؟ أنا رأيي لو كان للعيب من اللعيبة، يعني لو لعيب من اللعيبة هقول لك صداقة، لكن صفحة النادي الرسمية تعمل عليها إعجاب ولايك، ده اللي غلط. إن أنت بتعمل إعجاب لنادي منافس، ده ما اظنش ان هو صح. واظن ان المفروض ادارة الاهلي تعمل حزم اكتر من كده، وممكن توقع عليه غرامة حتى لو مش كبيرة، ما يتوقفش لكن يتوقع عليه غرامة عشان ما يعملش هذا التصرف مرة اخرى. تمام. ده بالنسبة لموضوع امام عاشور واللايك اللي عمله لصفحة الزمالك. الموضوع التاني هنتكلم فيه وهو اصابات نادي الزمالك. الزمالك عنده اصابات كتيره جدا الفتره دي، مش عارف جوميز هيعمل ايه في الماتش الجاي. اخرها اصابه زيزو بتمزق من الدرجه الاولى في العضله الخلفيه، وده هيبقى وقته او مده الغياب من اسبوعين لثلاث اسابيع. فانت هيجيب عنك الجناح الاهم في مصر وفي الزمالك حاليا، فده برضه هتبقى مشكله. وكمان عندك برضه اصابه محمد حمدي اللي عرض على انستجرام في ستوري ليه ان هو عنده اصابه في الغضروف وهيقعد فترة مش قليلة أو مش هينة، وبرضه ده إصابة. وعندك برضه شيكابالا مش جاهز بدنيا، عندك شلبي مش جاهز بدنيا، دونجا مصاب. فكل دي عندك مشاكل. الزمالك بيضربوا إصابات كتير، غير ناصر ماهر كان عنده آلام في العضلة الضمة. فهل هيلحق ناصر الماتش الجاي ولا لأ؟ الدكتور طلع قالك ان ناصر جاهز لموقعة سموحة يوم الجمعة الجاية بإذن الله على ملعب برج العرب، وان هو قرار ان هو ينزل بإيد جوميز. تمام. لكن الفكرة ان ناصر ماهر هو جاهز لموقعة سموحة. تمام. لكن زيزو مش موجود، محمد حمدي مش موجود، مش هلاك ما اقدرش ان انا اعتمد عليه. فانت عندك مشكلة في الجناحات، عندك مشكلة كبيرة في الجناحات. فانا مش عارف جوميز هيقدر يعمل ايه او هيعوض ده ازاي. يعني ممكن كذا، يعني ممكن بيفكر هو دلوقتي حاليا ان هو فتوح يلعبه جناح. دي من الافكار اللي دايره عند جوميز، او تجهيز شيكابالا، حاجه من الاتنين، يبقى شيكابالا ومشالاك وقدامهم ايه؟ الجزيري. فده اللي انا شايفه في ظل الغيابات الكتير، ودي مشكله ترجع لاداره الزمالك. ده اللي حصل، انت تعاقدت مع كذا لاعب ضعيف، كذا لاعب مش محتاج ليه. آه للاسف يعني انت ما دعمت الصح الفريق. حتى اللاعب اللي المدير الفني كان عايزه انت مشيته، وما كملتش تعاقد معاه او ما تممتش تعاقد معاه. هنشوف الفترة الجاية الزمالك عنده نقص كبير في السكواد، فده اللي هيصعب عليه مأمورية الدوري. حتى لو الزمالك بيلعب بروح، بس في كفنيات الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا في على المستوى الهجومي. يعني الزمالك في الدفاع اتظبط شويه، يعني تحسن شويه، يعني في ثبات شويه بوجود بنتايج. نص الملعب في وجود عبد الله السعيد وشحاته مع رجوع دونجا هيبقى كويس. لكن انت عندك مشكله في الخط الهجومي، مش هلاك، ما ينفعش. عندك الجزيري الفتره دي وعمر فرج، الاتنين دول يمشوا.
وتكمل مع ناصر منسي الجزيري، مش المهاجم الفتاك اللي يتم الاعتماد عليه. هو مهاجم كويس ولكن بحالات، انا عايز استمراريه، فاللي هيديني في حالات ماتش وعشرة لا يمشي، وهكذا. فهنشوف الفتره الجايه اداره الزمالك هتفكر ازاي وهيحصل ايه في موضوع الصفقات، وهل الزمالك سيعود او سيبقى على هذا الحال. ده بالنسبه لموضوع رقم 2. الموضوع التالت والاخير واللي انا هتكلم فيه، وبن شرقي تاني وتالت ورابع. بن شرقي يعود للصورة. بن شرقي لازم كل ميركاتو يعود للصورة. الزمالك هيجيب بن شرقي كل فترة. زمالك انا هجيب بن شرقي. بن شرقي انا عايز الزمالك. هي النغمة دي دايرة الفترة اللي فاتت، وده اللي ظهر على الساحة الفترة دي. ايه اللي حصل او ليه ظهر الموضوع ده؟ كذا حاجة وكذا سبب وكذا، يعني كذا دليل هو اللي خلى الموضوع ده بقى ظاهر يعني. اولا كده ان عمنا او فكره ان النادي الريان القطري دلوقتي بقى في المركز السابع في الدوري. نتائجه سيئه جدا، الاداره اتضغطت من الجمهور فادى لتغيير المدير الفني، وهيفكروا وبيتوجهوا نحو ان هم يجيبوا لعيبه من اوروبا، وهيوجهوا الشكر للعيبه، لاغلب اللعيبه الموجوده، منهم اشرف بن شرقي اللي هو طبعا اللي اتبلغ ان هو هيستغنوا عنه، هيتم رحيله، وان هو هيكون فري في يناير القادم. فدي من النقط انه هيبقى فري ومجاني يا زمالك، دي نقطه عشان الزمالك والاموال. تمام. النقطه التانية بقى ان انت عندك ضعف في ما عندكش اجنحه، ما فيش جناح تعتمد عليه. انت ما جبتش اوفي جاريا بتاع جوميز، وعندك برضو ميشيلاك ده ضعيف. فهو ممكن إدارة الزمالك الفترة الجاية يحصل اتفاق بينها وبين بن شرقي على إن هو يجي، ومين اللي هيرحل؟ ميشيلاك. دي برضو فكرة من الأفكار اللي هي مطروحة حاليا، هو التعاقد مع بن شرقي. هل بن شرقي رأيي إن هو يجي؟ بعيدا عن اي حاجه، وبعيدا هو يعني احسن الوحشين ان هو ممكن يجي ويعمل فارق. يعني جناح شامل متكامل بيخش جوه ال 18، عنده هيد كويس، عنده فينش كويس على الجون، مباشر على الجون، مش زي واحد جبان وهربان ما بيروحش على الجون زي عمنا مشلاك. وبرده شلبي عنده نفس الحته، ان هو كل شويه ما بيباشرش على الجون، لازم يرجع بالكره، لازم يزقها للناحيه التانية ويرفع. فانت عندك مشكله اصلا في الجبهه دي. فلو بن شرقي نجح الزمالك ان هو يخلص معاه، فدي هتبقى صفقه ممتازه، صفقه ممتازه للزمالك في الوقت الحالي. عارف، لو في وقت الزمالك قوي هقول لك صفقه جيده، صفقه عادي تكمل، لكن هي في اللي احنا فيه دلوقتي، فده بالنسبه للزمالك صفقه ممتازه. وجود بن شرقي، عبد الله السعيد موجود، ناصر ماهر موجود، زيزو موجود، هيفرقوا معاه. وممكن يبقى يحصل، والتناسق هيبقى موجود عند بن شرقي لانه عارف لعيبه الزمالك وهكذا. تمام. بس هو دي الفكره الدايره في موضوع بن شرقي، ان هو الريان وحش، الريان هيستغنى عنه، الزمالك بيفكر فيه بسبب انه الزمالك عنده نقص في الاجنحه، وان مشلاك مش اللي هو الجناح اللي احنا محتاجينه. بس هي دي الاخبار بتاعت النهارده. بشكركم على الدعم اللي فات، واتمنى منكم الدعم في القادم. اتمنى شير ولايك للقناه. بشكركم جدا، والسلام عليكم.